عارفه هادشي غيكون شويه صعيب، ولكن بالحقيقه مادام نتوما هنايا ديكسينيات وديكسينيين الرجال ما كاينش مساك لا حظ لهم في محاضرتي، لا اعتذر منهم. بما انكم نتوما هنايا ديكسينيات فضروري تكونوا عارفين هذه المعلومات، واللي يكون في علمكن جميعا هذه المعلومات ليست خاصه بي، يعني المفروض انكم كلكن تكونوا كتعرفوا هذه المعلومات هذه. لماذا؟ لان هذه هي التدريبات الاساسيه اللي كتعطيها لنا الاداره. فالمفروض ان اي عضو ديكسيني يكون عنده هذا البي دي اف، وهذا البي دي اف منه كيحفظ المعلومات اللي غادي يقدر انه فعلا يؤدي بها الرساله باش تقدر تشرح للناس على منتجات الدي اكسين وكيف يتم التشافي والعلاج الذاتي من خلال اخذ الفطر الريشي في القهوه، اخذ الفطر الريشي في المعجون، اخذ الفطر الريشي كمكمل وهكذا. اذا اعمده الصحه الاربعه ما هي؟ اولا الموقف العقلي الايجابي، ودائما نحن نؤكد على هذه النقطه ان الانسان يكون في حاله نفسيه متوازنه، ياك؟ ويكون انسان ايجابي، وهذا نتوما كتلاحظوها ولا لا؟ شحال من مرات كتجبر واحد كيستعمل ولكن هو في قرارة عقله سلبي، كيقول لك هكذا انا هادشي ما عمرش منه، انا المرض ديالي مزمن، يعني هو قاطع الامل. فبالتالي كيف غادي يكون هذا التشافي الذاتي؟ مستحيل. ضروري يكون عندنا موقف عقلي ايجابي. هادشي كنقول لكم به غادي تخدموا مع الناس، كونوا متاكدين اذا وصلتوا رساله ديكسين بطريقه صحيحه الانسان اللي كتكلموا معاه كيتوعى، وبالتالي كتكون النتائج اللي نتوما كتطمحوا لها. ثانيا نمط حياه صحي، ولا نقول نمط غذائي. شحال منكم عندهم خطا في هذه الجمله؟ كيقول نمط غذائي صحي، ماشي فقط غذائي، نمط حياه صحي خاصو اي شخص يكون كيعيش به. كيف هذا النمط الصحي؟ بحيث انني خاصني في التغذيه ديالي تكون عندي متوازنه، وحتى في الحياه، يعني مثلا السهر نقلل منه، الهواتف والريزوات الى اخره نقلل منه، ونكون كنمارس شويه ديال الرياضه، نكون كنشرب الماء بطريقه معتدله، وغيرها من الاشياء اللي كتاثر لي في النمط ديال الحياه ديالي، نكون بعيده على التوتر. ماشي فقط تكون الموقف العقلي الايجابي، نعم، ولكن حتى الحاله النفسيه يوميا نكون بعيده على التوتر والاسترس، الحاجه اللي غادي تسبب لي في انني نتخسر، بحال اللي كنقولوا حنا الدجاجه نتخسر داخليا، وهذا يؤثر على الصحه. شحال وحده فينا وشحال واحد غير كيتعصب كتحرقوا المعده، ياك؟ عمركم لاحظتوا هذا الامر هذا بان عندنا علاقه وطيده بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي؟ كاينه. وعلاش ما كناش كنعرفوها من قبل؟ ما كناش كنردوا بالنا ان الحاله النفسيه والمزاج ديالي غادي ياثر لي. ما شاء الله، برافو ليك، صفقوا على هذه البطله. سيوجين قام بواحد المهمه كبيره جدا، بحيث انه اعطى 10 سنوات من عمره في دراسه هذا الفطر وكيف يعطينا نتائج حسنه على الصحه ديالنا، وكيف انه استطاع يدخلنا في الاستهلاك اليومي. اذا نبداو القصه هذا البطل. مستعدون؟ نعم. Good morning DXN. Good morning DXN. سأقبل ولكن نشوف الاخر. Good morning DXN. Good morning DXN. صلاة النبي عليكم تبارك الله. بداية قصة الفطر الريشي أنه تعتبر فطر غذاء الملوك، وكان يسمى بالفطر المعجزة. أيضا هو يعتبر من الغذاء الخاص بالسلاطين وبالملوك، وإحنا والحمد لله أصبح لنا حظ ونصيب أننا نستهلك ونتغذى يوميا بهذه المادة الغذائية اللي كانت يستحيل تصل إلى يد من؟ الفقراء المساكين والطبقة المتوسطة. ونقولها بافتخار، لأن بعض الناس يقول لك لا 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 هادشي هذا غالي عليا، كأنه هادشي هذا هو أصلا كان للناس الأغنياء، كان خاص بهم، ولكن الآن الحمد لله أصبح متاح وسهل استهلاكه من طرف الطبقة الفقيرة والمتوسطة. كيف ذلك؟ إن شاء الله سنعرف كيف سبيل الوصول إلى هذا الأمر. الفطر ريشي، أول حاجة قبل ما نتكلموا على العلاج بالجانوديرما خاصني نعرف ما هي هذا الجانوديرما، أو ما هي طريقة العلاج كتسمى الجانوثيرابي. كيف يتم عملية العلاج في الجسم أولا؟ فأول شيء سنبدأ به أننا سنتعلم وسيلتان للتعامل مع الصحة. غيجي شي واحد يقول لي شنو داخله عند الصحة بالمنتجات، ياك؟ ولكن حنا أول حاجة
خديناها من دي اكس ان. شنو هي الوعي الغذائي اللي ما كناش كنقدروا فعلا اننا لا نتعلموه ولا نكتسبوه ولا نطبقوه. الاغلبيه فينا ما كانش يقدر يطبق النصائح الصحيه. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. ولكن الحمد لله لما استعملنا المنتجات ديال الدكسين الجسم تخلص من السموم، وبالتالي قدرنا اننا فعلا نطبق ما كنا نسمعه من الاخصائيين ديال التغذيه. اذا وسيلتان للاهتمام بالصحه. اول شيء لازم ان نعرف الفرق بين الطب التقليدي والغذاء الطبيعي. الطب التقليدي كوسيله فيعتبر هو وسيله جزئيه لن تعطيني كامل الصحه وكامل الحل للصحه ديالي ولجسمي، بينما الغذاء الطبيعي فهو يعطيني نتائج كليه على مستوى الجسم. النقطه الثانيه ان الطب التقليدي يركز فقط ناحيه التركيز، يركز فقط على المرض، كنسميوه الطب العادي، كيشخص لك المرض في مكان معين ويعطيك علاج لمرض معين. بينما الغذاء الطبيعي فهو يهتم بالصحة من جميع جوانبها، ولذلك يقع لنا ما يسمى بماذا؟ التشافي الذاتي. المصطلح اللي أنا عمري ما سمعته. انتم كنتوا كتعرفوا هذا المصطلح من قبل؟ لا. أنا كنظن 99% ما كانوش كيعرفوا هذا المصطلح، ما كانوش كيعرفوا ما يسمى بالتشافي الذاتي. ما معنى التشافي الذاتي؟ أن جسمي كيدفع المرض تلقائيا. وكيف سيدفع هذا المرض؟ عندما أعطي لجسمي ما يريد يصبح لي كما أريد. نعم، هذه هي أهم نقطة الحمد لله وجدناها مع الديكسين، بحيث أننا كندخلوا أغذية صحية، الجسم ديالنا كيستافد، كترتفع المناعة، كترتفع قلوية الدم، كيطردنا السموم، وبالتالي يقوم الجسم بما يسمى بالتشافي الذاتي ويدفع المرض. لذلك هو يتعامل من ناحية ديال التركيز، فهو يتعامل مع الصحة ككل وليس مع مرض معين. من ناحية ديال الطريقة، الطب التقليدي والطب العادي كيتعامل معك بالشفاء، أما الغذاية فهو يتعامل معنا بالوقاية. كاينه ولا ما كايناش؟ لذلك نحن ننصح به الصحيح قبل المريض. تخيلوا لو كان هذا العلاج التكميلي او هذه المكملات الغذائيه ولا هذا الفطر الريشي خاص بالمرضى فقط، يعني اللي حتى المرض عاد نبدا نسال شحال غادي نستعمل وشحال المده الى اخره. حنا حاليا الان مع الفطر الريشي ومع العلاج بالجانوديرما ناخذ الفطر الريشي كوقايه من الامراض. كيف تتم هذه الوقايه؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله من خلال هذا العرض الذي سنقدمه هذا اليوم. بعد ذلك المنتجات التي تتم بها الوسيله للتعامل مع الصحه. هذه المنتجات هي تعتبر كالمهدئات للجسم وللمرض. كاينه ولا ما كايناش؟ يعني هذا ما نعرفه عن الدواء. الدواء في الغالب هو يعتبر مهدئ، كنقولوا حنايا كيحط لك العرض ديال المرض. عارفينها ولا ما عارفينهاش؟ الناس اللي كاينين تحت عرفناها تدخل الديكس ان. صحيح، ما شاء الله عليها. ما كناش كنعرفوها من قبل، لكن الحين اصبح عندنا الان ثقافه عن كيف يتم علاج الاجسام ديالنا. ففعلا كيفاش نعملوا الوقايه من الجسم ديالنا؟ نعم، الادويه او لا، هذا الطب التقليدي والطب العادي يعتبر كمخدر للجسم حتى لا يحس بالدمار الداخلي، ولكن متى يحس؟ عندما يحدث ديك الانفجار الكبير حتى كيصبح عندك واحد المرض مزمن. وهي للاسف ساعتها هذا المرض المزمن كيعتبر ان العضو تهدم، والعضو يعني وصلنا لدرجات الصفر، يعني خصك واحد الانقاذ كبير باش انك تقدر فعلا تقوم بعمليه تجديد الجسم. النقطه الاخيره اللي هي الهدف من الطب التقليدي هو الاصلاح، بينما الهدف من الغذاء الطبيعي، عقلوا على هذا المصطلح، الغذاء الطبيعي انه هدفه الصحة والعافية، بحيث أن جسمك فعلا يكون يتمتع بصحة وعافية قبل أن يصل إلى مرحلة التي تتطلب العلاج أو التي تتطلب العلاج بالجانوثيرابي اللي هو العلاج بالجانوديرما. إذا بعد هذه المقدمة، أعمدة الصحة. شكون اللي عارف ما هي الأعمدة التي ترتكز عليها صحتنا؟ سؤال: ما هي أعمدة الصحة الأربعة؟ يلا خمنوا فيها.